وهرص بقى جزء كده من الكنافة برضو فوق الحشوة، واوزعه كده بالتساوي عشان تبقى الصينية كده متساوية وشكلها جميل، ما تبقاش حتة طالعة وحتة نازلة. ما تضغطيش جامد علشان الكريمة ما تخرجش من النص. خلاص، وهسقي كمان كده بالسيرب برضو على خفيف كده علشان تبقى طعم الكنافة فيها طعم كده مسكر حلو. وبعد كده هحط بقى الكريمة من فوق